صباح وجه زكاة صجت وبلن. اليوم عنا درس جديد وحرف جديد. أرجو الانتباه على هذا الحرف لأنه يقع قليلا جدا في اللغة الشركسية. كو كو كاف همزة زائد الواو بصير كو كو. إذا عنوان الدرس كو كو. على يسار الدرس في مشكو مشك مشك ثمر البلوط. إذا الشين سبق الكاف بصير ك مشكو مشكو ك، مثل ما بيستعملوها في لهجة القبرتاي. مشكو 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 ثمر البلوط ثمر البلوط. مشك قاشفه يلتقطون ثمر البلوط. قاشفه شفه التقاط شفه التقاط. قاشفه يلتقطون، هم يلتقطون كل واحد باتجاه حاله، يعني عم بيلتقط لحاله. مشك مشك قاشفه مشك قاشفه. يمزشرة شباتنرة مشك قاشفة. يمزش اسم علم، ولكن ممكن كمان الذي لا يكل ولا يمل. معناته يمزشرة الذي لا يكل ولا يمل، ولكن هون جاي اسم علم. اسم علم. يمزشرة شباتنرة مشك قاشفة. الر هون واو العطف. واو العطف يلحق الاسمين. مشك مشك قاشفة مشك ثمر البلوط. قاشفة يجمعون يلتقطون، عم بيلموا عم بيجمعوا ثمر البلوط. ورزمسي مشك قيشفنا ريجاس. ورزمس اسم علم، اجا الياء بعده صار ايضا وزرمس ايضا وزرمسي. وزرمس الاسم، الاي بصير معناته ايضا بيجي باخر الكلام. وزرمسي مشك مشك قيشفنر يجاس مشك ثمر البلوط. قيشفنر قشفنر التقاط التقاط، ويحب التقاط ثمر البلوط. قشفنر قيشفنر معنى كلمة ثانية كمان أن يلتقط. قشفنر التقاط. قشفنر يجاس. قشفنر يجاس يعني بيحب يجمع ثمر البلوط. إذا وزرمس أيضا يحب جمع ثمار البلوط. مار وزرمس. مار هذا هو ورزمس الولد. مشكين مشكين ثمر بلوطة كبيرة يأغ مثلا معه. ينقي شبه معناته يلتقطوا، ولكن هن اختصرنا الكلمة وحطينا اغ. اغ مار وزرمسكو مش ورزمس مشكوين اغ. اغ معناته معه. معناته معه. إذن مار وزرمس مشكوين اغ. اغ معه يعني.
هنا في بعض حروف العلة متصلة مع حروف مفردة أو مزدوجة. طبعا عم يفرجوك شو بده يعمل. هون ت قيت، ما قوا، ما خد، قوا، ش ت ش، ذنب أو جديد، ت ست ست. طبعا هي كلمات عم بيفرجوك إذا ما بيتصل مع حروف، عم بيتصل مع حروف العلة كيف تلفظ، كيف تلفظ. من عيدة: قي ت ما قوا ش ت ست. تحت في كلمات كارت. كارت خريطة. كارت باللغة الشركسية خريطة. كارت خريطة. كوامة مرت معنا. كوامة عقدة. عقدة في الخشب، عقدة في الدف أو الخشب. كوامة. كوامة عقدة. قامة الخنجر الشركسي الطويل. قامة. قوابة منطقة، إقليم أو زاوية. منطقة، إقليم أو زاوية. قوابة. قوابة منطقة، إقليم أو زاوية. جاكوة جاكيت قصير مثل هذا. هذا بصير كمان جاكوة مثل لابسه أنا هذا. جاكوة ما طويل يعني فوق الركبة بكثير. جاكوة. قواجة. قواجة معناته قوة. قواجة قوة. قواجة قوة. قواجة بسو معناته عامل يدوي يعني يعيش من وراء قوته البدنية. قواجة قوة. إذا من عيد الدرس من أول. أرجو أعزائي الطلاب أن تنتبهوا إلى الكلمات الجديدة وإلى لفظ حرف الشين عندما يأتي قبل الحرف الج بصير ك ك ك. هنا كو فوق كو. ليش كو؟ لأن ما في قبله حرف شين. كو كو. مشك 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 مشك. ثمر البلوط. مشك ثمر البلوط. مشك قاشفها. طبعا عنوان النص مشك قاشفها معناته يلتقطون ثمار البلوط. ثمار البلوط أي يلتقطون ثمار البلوط. مشك قاشفها. شبه معناته التقاط جمع. شبها. شبها مصدر. قاشفه شبه يعني يلتقطون. شبه التقط. شبه التقط كمان بفعل الأمر. قاشفه يلتقطون أي مش قاشفه. قا الألف هنا عبارة عن جمع. قاشفه. قيشبه ممكن يكون للمفرد، أما قا بصير جمع. الألف يدل بعد حرف بعين اتجاه الفعل بصير اللي عم بيفعلوا جماعة. قي بصير فرد. قا بصير جماعة. مش قاشفة يلتقطون ثمر البلوط. يمزشرة شباتنرة مش قاشفة. يمزش اسم علم، وشباتنرة كمان اسم علم وراء حرف علة واو العطف. مشك ثمر البلوط. ثمر البلوط قاشفة يلتقطون أو يجمعون. يلتقطون أو يجمعون قاشفة.
آه. ورزمسي، ورزمسي، ورزمس اسم علم لما بيجي الياء بعده بصير أيضا وزرمسي. مثلا أحمد كلمة، أحمدي، أحمدي صار أحمد أيضا، أحمد أيضا. إذن الياء تعني هنا معنى أيضا. الياء يعني معنى أيضا. مش قيشبنا ريجاس. وزرمسي، وزرمس أيضا يحب التقاط البلوط. مشك، مشك، مشك بلوط. قشبهنر، قشبهنر التقاط، الالتقاط يحب. شوف نحن منترجم الجملة كلمة كلمة، بعدين منقولها جملة بالصياغة العربية. وزرمسي، ورزمسي، ورزمس أيضا، مشك بلوط، قشبنر التقاط أو جمع، جيج آس هي ضمير الشخص الثالث، ملك الشخص الثالث المفرد. جاس يحب، يجاس يحب، سيجاس أحب، ويجاس تحب، تيجاس نحن نحب، شيجاس أنتم تحبون، جيجاس هو يحب، ياجاس هم يحبون. إذن جيجاس يحب. وزرمس أيضا يحب التقاط ثمر البلوط. مار ورزمس مشك ين، هذا هو مار، هذا هو. ورزمس اسم الولد، مشك ثمر البلوط ين، ين معناته كبير، ين كبير، ين كبير على طول، ين كبير. ين الكلمة تكتب مفردة ولو كان صغيرة تكتب مفردة. مشكين يئغ، إغ يمسك بلوطا كبيرا، معه ثمرة بلوطة كبيرة. هنا في بعض الحروف لعل مع أحرف مركبة مزدوجة أو أحرف مفردة. مثلا قي، ت، قيت، قي وت وما وقوا ج ت ست، ست. الكلمات تحت كارت، كارت معناته خريطة، كارت خريطة. قامة عقدة، عقدة في الخشب أو عقدة في الدف، قامة، قامة عقدة. قامة الخنجر الشركسي الطويل، قامة، قامة. قوابة ناحية، زاوية، إلى عدة معاني، منطقة، إقليم. يعني قوابة، قوابة زاوية، قوابة منطقة، ناحية، إقليم. جاكوة، جاكوة جاكيت قصير، جاكيت قصير مثل اللي بنلبسه على الطقم، هذا ممكن يتسمى جاكوة، جاكوة لأنه قصير هذا. وكانت شراكة يفصلوه بشكل من الصوف وشكل أسمك كذا، كمان اسمه جاكوة، يعني جاكوة، جاكوة. قواجة، قواجة معناته قوة، قواجة قوة، قواجة. انتبهوا لكلمة قواجة، هنا الكاف همزة بصير قوة. ليش؟ لأنه بعدها ضمة أو ضمة، واو مضمومة.
والثاني بصير جاء. ليش هذا قوى هذا جاء؟ قوى متى ما اجى الكاف اللي بعد همزة، متى ما اجى وراه أحد حرفين الواو المفتوحة أو المضمومة بصير قوى، قوى ذهب. أما لمن بقية الحروف بصير جاء، بصير جاء. أما إذا سبق حرف الشين بصير شكأ، شكأ، مشكو، مشكو، مشكو. هلا بننتقل لكلمات الدرس. هلا بننتقل لكلمات الدرس. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات، وأنا عم بتمهل بقراءة هالكلمات مشان تلحقوا تكتبوا الكلمات، والكلمات ضرورية جدا. كلمات الدرس، طبعا عنوان الدرس مثل ما قلنا كو، 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 مشكو، مشكو، مشكو ثمر البلوط، مشكو ثمر البلوط. قامة، القامة الشركسية أو الخنجر الطويل، قامة، قامة. قوابة، قوابة منطقة وزاوية، ناحية، إقليم، يعني بيجي إلى معاني كثيرة. قوابة، قوابة، قوابة زاوية، منطقة. جاكوة، جاكيت قصير، جاكوة جاكيت قصير. جاكوة، جاكوة بكل الأحوال جاكوة معناته قصير، يعني معناته جاكوة قصير. جاحة طويل، جاحة طويل، جاكوة قصير. ولكن جاكوة هون بيجي معناته كمان جاكيت قصير. جاكوة، جاكوة. قواجة، قوة، قواجة قوة بدنية. قواجة وخل، يعني عنده قوة كبيرة. قواجة قوة. شغ، ثجرة، شغ، ثجرة. لاحظوا كلمة الجي هون لما اجى بعد الكسرة صار غ، صار غ، شغ، شغ. اما لو جاي وراها حرف واو بصير جو. اذا هون شغ شجرة. مار، هذا هو، مار هذا هو. وار، ذاك هو. مار للقريب، وار للبعيد. هذا وذاك. إذا مار هذا هو، مار هذا هو. وار، ذاك هو للبعيد، وار ذاك هو للبعيد. كارت، كارت معناته خريطة. كارت خريطة، خريطة، كارت. اغ، اغ استمر في الامساك. يأغ، اغ معه. اغ فعل امر، وبت امسك، وبت امسك شيء ما هو بايدك بدك تمسكه. اما اغ استمر في امساك شيء موجود في قبضة ايدك. اغ، اغ معناته استمر في امساك الشيء. مثلا بشر اغ، خلي العصا معك، لأن العصا هو معه بطبيعة الحال، بس هون في صفة استمرارية. أما بشر وبت، وبت معناته امسك العصا، مانك ماسك أنت، عم بقول لك امسكه. هذا الفرق بيناتهم. إذا منعيد كلمات الدرس، أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات. مشكو،
ثمر البلوط، مشك ثمر البلوط. قامة، قامة شركسية أو الخنجر الشركسي الطويل، قامة، قامة. قوافة، زاوية، منطقة، قوافة، زاوية، منطقة، قوافة، زاوية، منطقة. شاكوة، شاكوة، شاكوة بيجي معناته قصير، أو شاكوة بيجي معناته جاكيت قصير، بمعنى قصير بيجي معناته جاكيت قصير مثل بنلبسه على الطقم، شاكوة. قواجة، قواجة للقوة العضلية، قواجة للقوة العضلية، قواجة، قواجة. شغ، شغ، شغ شجرة، شغ شجرة. كمان بلفت انتباهكم لهون حرف الجي لما بيجي وراها ما عدا حرفي الاو والو بيجي معناته غ، ش غ، غ. اما لو اجى بعده حرف بصير جو، جو، جو او جو. اما ما اجى هالحرفين الواو او الواو المضمومه، الواو مفتوحه واو مضمومه، بصير غ، شغ، شغ. مار، هذا هو، مار هذا هو يعني للقريب. وار، ذاك هو. مار للبعيد، وار للبعيد. كارت، كارت خريطة، كارت خريطة، كارت خريطة. اغ، امسك، استمر في بالامساك، اغ، استمر بالامساك، اغ، استمر بالامساك. نشوف الان قواعد هالدرس هذا. قواعد الدرس هذا: جذر الكلمة، جذر الكلمة. قشأ، قشأ ثابسر، قشأ ثابسر، قشأ ثابسر. جذر الكلمة. بكل لغة في جذور للكلمات، الكلمات تشتق عنها بأشكالها المتعددة. تعريف جذر الكلمة: الكلمة التي لا تتغير، لا بتتغير، والتي تفيد معنى خاصا بها تسمى جذر الكلمة أو أصل الكلمة. باللغة الشركسية جذر الكلمة، جذر الكلمة قشاء ثابسة، قشاء ثابسة. مثال: ونا بس، ونا بس قشاء ثابسة، ونا قشاء ثابسة، بس قشاء ثابسة. أما ويستعمل هذا الجذر بإضافة السوابق واللواحق إليه حسب المعنى المطلوب. إذن السوابق واللواحق يتصل بجذر الكلمة بدون أي تغيير. مثلا ونا بصير ونر البيت، ونر البيت. ونخر البيوت. لاحظوا ونا انضاف إلى الإر، ونا انضاف إلى الخيل الجمع والفتحة والآر البيوت. تي ونخر، ونخر اتصل فيها من الأمام والخلف، تي ضمير ملك الشخص المتكلم للجمع. ونا بيت، ونخر بيوتنا، بيوتنا، بيوتنا. مثلا كمان بس، بس، بس جذر كلمة، أصل الكلمة بس، ولكن في الاستعمال بتقول بسر الماء، بسخور النهر، بسور ماء سريع التيار، شبس ماؤكم، وهكذا. إذن جذر الكلمة هو الكلمة التي تؤخذ، الكلمة الذي لا تتغير، تدل على مسمى معين، تدل على معنى خاص بها، وتسمى جذر الكلمة أو أصل الكلمة. مثال:
ونا بس مثلا تش تشه، كل مسميات بسخوة يعني بس ونا. ويستعمل هذا الجزر بإضافة السوابق أو اللواحق إليه حسب المعنى المطلوب. مثل ما بدك مثلا ونا بصير ونر، ونخر، تي ونخر. بس بصير بسر الماء، بسخور النهر، بسور ماء سريع التيار، شيبس ماؤكم، وهكذا. إذن جذر الكلمة هو الكلمة التي تفيد معنى خاص بها، والتي تستعمل في اللغة بدون أي تغيير، يتصل بها السوابق واللواحق بدون أن لا تتغير هي بتضل حالة، بنضاف من قدام بنضاف من وراء لضرورة المعنى وبس. أعزائي الطلاب، الآن ننتهي من هذا الدرس، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتم ما شرحته، وأرجو أن تركزوا على هذه الدروس وخصوصا القواعد منها. هي بسيطة جدا، لا تتوهموا. جذر الكلمة هو أصل الكلمة الذي يطلع منها. مثلا أنهار باللغة العربية أنهار جذرة، إذا جوازا يعني جذر نهر. بيوت جذر بيت، مياه جذر ماء، وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.